لا لا لا، انا مسافر في الويك اند. بص يا دولي، لو انت بتحجز تذاكر سفرك يوم الجمعة فانت غالبا بتدفع اكتر من اللازم. مش كل الايام اسعارها زي بعض، ممكن يفرق يوم الحجز معاك في فلوس كتير قوي. طب ايه ارخص يوم احجز فيه؟ اغلب الدراسات بتقول ان يوم الثلاث ويوم الاربع هم ارخص ايام تحجز فيها تذاكر السفر. ليه؟ لان الديماند عليها بيكون اقل. وفي المقابل عندك السبت والحد اللي هم الويك اندز بيكون اغلى ايام تحجز فيها تذاكر السفر. طب الحل في كده ما يسمى بالفلايت اجريجيتورز اللي هم جوجل فلايتس، سكاي سكانر. ليه؟ لان انت بتقدر تقارن عليهم اسعار تذاكر الطيران وبيوروا لك برضو ارخص الايام وارخص الاشهر اللي انت ممكن تسافر فيها. والهنت التاني، لو انت مش مستعجل اعمل برايس اليرت. حط تنبيهات بحيث ان لما السعر يتغير يجي لك نوتيفيكيشن على التليفون بتاعك ان هو الحق غير، احجز. خد بالك. وفي المطلق لو الرحله بتاعتك قريبه احجز من 6 ل 8 اسابيع قبل ميعاد الرحله بتاعتك. ولو رحله دوليه قبل 3 شهور يا نجم، بحيث ان انت تبقى ايه، مظبط امورك، عارف تذاكرك واسعارها. بس سيب لنا في التعليقات امتى اخر مره حجزت فيها تذكره طيران ودفعت كام. سلام.